مضيق هرمز شريان العالم. كلنا سمعنا عن مضيق هرمز الكام ساعة اللي فاتوا، وده بسبب ان ايران قفلته. طب المضيق ده دوره ايه في الحرب؟ وهل اغلاقه ده ممكن ينهي الحرب او يولعها اكتر؟ وازاي بيأثر على كل حاجة تقريبا في حياتنا؟ هقول لك على كل حاجة. مضيق هرمز موجود ما بين ايران وما بين سلطنة عمان، وده المدخل والمخرج الوحيد للخليج العربي. البحرية الايرانية قررت انها تقفله بسبب الحرب. ممر بحري عرضه ما يعديش 33 كيلو متر، ممر الشحن بتاع السفن حوالي 6 كيلو فقط فيه. الممر الصغير ده بيتحكم في اكتر من 20% من تجارة العالم في البترول، وكمان 22% من تجارة الغاز. دول الخليج معروفة انها غنية بالبترول والغاز، الامارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت، حتى العراق فيها. كل دول بيستخدموا الخليج العربي وطبعا مضيق هرمز عشان يصدروا البترول بتاعهم، وبيمر منه يوميا اكتر من 20 مليون برميل. وده مش كلامي، ده وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وإغلاقه أدى لارتفاع أسعار البترول بصورة كبيرة، ولسه هنشوف تأثير أكبر على دول الخليج بسبب الإغلاق ده. الفترة الجاية مليانة أكشن، وعلشان تعرف أهمية المضيق ده أكتر خلينا نرجع بالتاريخ ورا شوية. ارجع معايا لحرب الخليج الأولى بين العراق وإيران في الثمانينات. المضيق ده ظهر أهميته وفي عز الحرب ما بين إيران والعراق. البلدين بيقرروا إنهم يطوروا الهجوم على ناقلات البترول اللي كانت خارجة من الخليج العربي، وتعرفت الحرب دي أو المعركة دي باسم معركة الناقلات. العراق بتقرر إنها تضرب ناقلات بترول إيرانية، وده في إطار الحرب يعني، وإنها تأثر على اقتصاد طهران. وإيران بتقرر مهاجمة ناقلات البترول السعودية والكويتية، وبدأت تزرع الألغام البحرية في المضيق. موقع هيستوري توداي المتخصص في تاريخ الصراعات بيشرح اللي حصل، وبيقول إن فضل تبادل الضربات ما بين البلدين من سنة 82 لحد 87. هنا بيحصل تطور كبير في المعركة. أمريكا بتتدخل رسميا وبتقرر إنها تعيد تعريف ناقلات البترول اللي طالعة من الكويت على إنها ناقلات بترول أمريكية. وده عرف في البحرية إن السفن بترفع علامة الدول بتاعتها. فأمريكا هنا بتقرر إنها تحمي تجارة البترول في الخليج العربي كله، وبيتم إعادة تسجيل سفن الكويت على إنها تابعة ليها. والبحرية الأمريكية بتحمي ناقلات البترول فعلا من هجمات إيران. وهنا بيظهر أهمية المضيق المتحكم في كل تجارة دول الخليج، سواء بقى الوارد ليها من بره أو البترول اللي بتصدره. وبعد ما الحرب بتخلص ومع العقوبات الأمريكية على إيران، طهران كل شوية بتهدد بقفل هرمز. مرة رد على العقوبات الأمريكية اللي اتفرضت عليها، ومرة رد على تهديد أمريكا بضرب المنشآت النووية الإيرانية. وفي 2019 ورد على عقوبات أمريكية وانسحاب من الملف النووي، إيران احتجزت ناقلات بترول في المضيق. في كل مرة بيحصل فيها توترات ما كانش بيوصل إن المضيق يتقفل، وبيفضل مفتوح قدام حركة التجارة، لأن إيران عارفة إن الإغلاق الفعلي خط أحمر وأكيد هيؤدي للحرب. طب الوضع الحالي بقى إيه؟ أنا مش هقول لك رأيي هنا، أنا هقول لك إن موقع زي CNBC بيشرح الأزمة بكل تفاصيلها، بإن حتى لو إيران ما كانتش قفلته، فشركات الشحن الكبيرة زي ميرسك مثلا وقفت شغلها وحولت مسار كل السفن بتاعتها من المضيق، ومفيش حاجة هتدخل في الخليج العربي. يعني الملاحة البحرية بتقف لحد ما نشوف آخرة الحرب دي إيه. طبعا ده أثر على كل حركة التجارة في كل موانئ الخليج العربي. وبيكمل التقرير وبيقول إن حتى لو تم إغلاق المضيق مؤقتا أمام ناقلات البترول، فده هيزود أسعار البترول عالميا، ده غير زيادة كبيرة في تكاليف الشحن، وهيكون في تأخيرات كبيرة في الإمدادات. ده تأثيره إيه بقى على أسعار البترول والطاقة؟ أسعار البترول نطت أكتر من 10% في ساعات، والغاز الطبيعي زاد أكتر من 40%. مينا زي مينا جبل علي في دبي، وده من أكبر موانئ العالم، متحاصر دلوقتي. خطوط تجارية كاملة وقفت ما بين آسيا وما بين الخليج. كل ده بيقول إن هرمز مش مجرد ممر مائي بس، ده مهم لكل دول العالم، ده شريان الاقتصاد العالمي. تقريبا كل حاجة في حياتنا جزء منها بيعدي من هنا.